ازيكم؟ معاكم أدري في الجزء الثالث والأخير من مؤتمراتنا الجميلة. طبعا معاكم الزجاج الجميل، خليكم فاكرين. نرجع بس فلاش باك كده سريع. كابتن محسن صالح لما كان بيتكلم على أسماء المديرين الفنيين المطروحين، قال لك احنا فكرنا في أسماء أجانب وقلنا لا، اصل هياخدوا كام، ولو حصل حاجه الاعلام هيقطعنا احنا ويقولوا انتوا السبب وجبتوه ما جبتوش، فخفنا على الحته دي. ففكرنا في المدير الفني الوطني. طب جبتوا مين مدير فني وطني؟ فكرنا في اسمين، طلعت يوسف وحسام البدري، بس حسام البدري شغال، كابتن طلعت يوسف قاعد في البيت، فقلنا لا بلاش ده. اولا، ثانيا قلنا ان هو هنعرض عليه ان هو يجي 3 شهور هيرفض ويقول لك لا. كابتن احمد شوبير قال له طب انتوا سالتوه؟ قال له لا، احنا افترضنا ان هو هيرفض فرفضنا ان احنا نعمل كده، وخصوصا ان هو قاعد في البيت ما بيتدربش. فراح رد احمد شوبير عليه طب ما حلمي طولون قاعد في البيت وما بيتدربش، على الاقل طلعت يوسف كان بيدرب لغايه السنه اللي فاتت، ده على كلام احمد شوبير. قال له لا، ما احنا اعتبرنا ان هو هيرفض، ازاي يجي 3 شهور وبعدين هياخد كام ومش هياخد كام وهيرفضه؟ هل في مدير فني في مصر قاعد في البيت هيتعرض عليه انه يمسك منتخب مصر وهيرفض في بطوله كبيره زي كده؟ اشك. المهم نرجع نكمل. قال لك احنا كابتن ساعتها كابتن شوبير قال له انا نفسي اعرف انتوا بتعملوا ايه، يعني انتوا مسؤولين على ايه؟ قال له احنا ما كناش جايين للمنتخب الاول، احنا جايين ملناش علاقه بالمنتخبات الاوائل، احنا جايين استشاريين. قال لك احنا عارفين جايين استشاريين لجنه، وانت حضرتك عارف ان الاستشاري دي لجان ليس لها صفه، احنا بنقول راينا يا ينفذ يا لا. طيب انت لو استشاري ومالكش صفه ورايك غير مؤثر، انا معرفش الناس دي بتاخد مرتبات ولا لا، بس لو انتوا بتاخدوا مرتبات ورأيكم ملوش اي لازمة، ما ده اهدار مال عام. لو بتاخدوا مرتبات ورأيكم ملوش اي 3 لازمة، يبقى حرام الفلوس دي ولا ايه؟ قاعدين ليه؟ جايين ليه؟ مش عارف. المهم كابتن شوبير راح سائل كابتن حلمي طولون، قال له محدش اتدخل ليه لما هاني ابو ريده قرر تعيين 3 اشخاص ما بيتعاملوش مع حسام حسن وابراهيم حسن اصلا وفي بينهم مشاكل قد كده؟ كابتن محسن رد وقال له كان سهل الموضوع يتحل بان ابراهيم حسن يرفع سماعه التليفون على احمد حسن ويتواصل معاه. فراح كابتن شوبير بيقول له هو مش دور ابراهيم ان هو يتواصل مع احمد حسن، هو المفروض كان العكس يحصل. قال له ما هو اصل الاتنين كانوا ما غلبوش المصلحه الوطنيه على مصلحتهم الشخصيه. فراح رد شوبير قال له لا، هم ما كانوش فاضيين عشان كلهم عمالين يعملوا فيديوهات لبعض. قمه من ايه، مش عارف والله، ما عارف اوصف اللي بيحصل ده ايه. المهم بعد كده قال له آه كابتن محسن يعني، قال له بعد كده قال لك احنا قلنا لهاني ابو ريده يعني ان الاختيارات دي هتفشل بسبب المشاكل اللي بينهم وبين حسام. وكان رد هاني ابو ريده ان احنا هنحل الموضوع، وراح جايب كل طرف لوحده، كابتن حسام لوحده بالفريق بتاعه وكابتن حلمي طولون لوحده بالفريق بتاعه، وفي النهايه لقينا ان الحيطه سد. احمس. ما انت من الاول، اول ما الناس انت قلت ان انا هعين حلمي طولون، الناس قالت لك لا، قلت هحلها وانا كبير الليله دي. بلح احنا والله. انا مش عارف بجد، احنا ما بقاش عندنا وصف، احنا ما بقاش عندنا وصف اللي بيحصل الهري ده، مش عارف وصفه ايه. بس ورجع كابتن محسن قال لك المفروض كانوا يغلبوا الصالح الوطني على المشاكل الشخصيه وكلام البلا بلا بلا بلا. بص هو بيكارك الدنيا، بيكارك الدنيا. المفاجأة بقى الكبيرة، كابتن حلمي الناحية التانية كانوا بيشيد بأحمد حسن اللي ما أخدش مرتب وإن هو عمل الشغل على أحسن وجه، وكابتن عصام الحضري اللي هو من أحسن مدربين مصر خزعبليين. قال لك المفاجأة بقى الكبيرة إن ده محسن على كلام محسن صالح، والفيديو موجود تقدر تشوفوه على أي قناة. قال لك كابتن حلمي أصلا ما كانش عايز أحمد حسن وعصام الحضري في الفريق بتاعه، بس كابتن هاني ابو ريده ده كان قراره، وقال له هتاخد دول معاك، هم دول اللي انت هتستخدمهم معاك. فوافق على مضض. ما عنديش والله ما في رد. بعد كده رجع اتكلم على اجتماع حلمي طولون مع مسؤولين بيراميدز، القصه اللي احنا حكيناها في الجزء الاولاني، لو عايزين تعرفوها ترجعوا له.
وان هو بعد ما قعد مع مسؤولين بيراميدز وعلى قال لهم خلاص احنا ممكن ناخد منكم لعيبه بس اشترطوا الماتشين، ونفس الليله اللي انتوا عارفينها اللي حصل ايه بعد كده، الماتشات لا ما اتاجلتش بسبب ان الرابطه ايه تعنتت. المهم شوبير ساله، قال له انت مع ولا ضد التاجيل؟ كان رده ايه؟ يعني شوبير ساله سؤال واضح وصريح، قال له انت مع ولا ضد التاجيل المباراتين دول؟ قال له كده بالحرف، قال له انا لا مع ولا ضد، انا ماليش خلاف مع احمد دياب وماليش خلاف مع حلمي طولون. انت لو مكاني هتقول ايه؟ يعني اي واحد يسمع، اي واحد عاقل يسمع واحد بيقول لك ايه رايك الماتشات دي تتاجل ولا لا، ده في فايده للمنتخب وللوطن والكلام ده ولا لا، يبقى ردك اصل انا ماليش خلاف مع ده ومع ده. هو ايه يا جدعان، والله الناس دي عايشه على السبوبه، هو مش عايز يتكلم عشان مش ضامن احمد دياب بعد كده يوصل لحته معينه فيفتكر له اللي هو قاله فيزحلقه، او حلمي طولون يمسك في حته معينه فيفتكر له اللي هو قاله فيزحلقه، زي ما حسام حسن وحلمي طولون كده عمالين يقطعوا في بعض دلوقتي. المهم آه رئيس الرابطه متذكر، هو قال لك بقى، وبعد كده يعني استدرج الكلام بعد كده عشان يحاول يخرج من الحته دي. قال لك رئيس الرابطه متذكر ايام اللي كان فيها الناس بتقطع عامر حسين بسبب التاجيلات، وهو رافض ده تمام. مع العلم ان في ملحوظه كده صغيره على جنب، هي بتتعمل كده صح، في ملحوظه صغيره على جنب. الدوري، وده بكلام احمد شوبير في اللقاء، غصب عن التخين لازم يخلص 18/5. ليه؟ عشان قرار ده كده، ده قرار الفيفا عشان المنتخبات المشاركه في كاس العالم لازم الدوري بتاعها يخلص 18/5. فاحنا على علم مسبقا ان احنا ما ينفعش ناجل حاجه عشان الخرا اللي احنا رايحينه. واضحه وصريحه، واضحه وصريحه. طلع ان هم ما كانوش واخدين بالهم من اللقطه دي قوي. المهم قال لك لما كابتن حلمي اتفاجئ بعد التاجيل بعدم التاجيل كان ممكن يقول انا اسف. بعد كده استدرك برضو وبيكمل يقول لك انا كان ممكن يقول انا اسف، انا مش هقدر، مش هينفع اللي بيحصل ده وانا كده هضر بالمنتخب. بس هو اضطر يوافق، يعني اضطر يوافق تحت ضغوط، يعني بيغلطوا وبيفيه في نفس ذات الجمله، الزبط على سمك لبن تمر هندي، ده اللي احنا شايفينه. ولكن الموضوع كان ممكن يبقى احسن لولا الادوات اللي معاه، الادوات اللي هي ايه، اللعيبه. وراح داخل بقى على اللعيبه، قال لك ليه بقى اللعيبه، ليه بقى هي السبب؟ قال لك اصل كان في لعيبه في المنتخب الاول تم استبعادهم، فكانوا عايزين يثبتوا نفسهم في المنتخب بتاع حلمي طولون، فكانوا بيعملوا ادوار غير ادوارهم، فده اضر بمصلحه المنتخب. يا فرحتي يا جمالي يا سعدي. اه العيب بقى في اللعيبه، مش في كل الهري اللي فات ده كله خالص. راح كابتن شوبير بيقول له من الاخر كده، المصيبه اللي حصلت دي مسؤوليه مين؟ فكان اخر رد ليه قاله المسؤوليه تقع على كابتن حلمي طولون وكابتن احمد حسن، بس هما دول السبب ان هما ما غلبوش الصالح الوطني على المصلحه الشخصيه. اللي عجبني بالرغم ان انا مش من هواة احمد شوبير، قال له ما لو الناس كانت بتفكر في الصالح الوطني فاللي جابوا حلمي طولون كانوا لازم يفكروا في الصالح الوطني، وان هما ما ينفعش يجيبوا حد مش على وفاق مع مدير الفني للمنتخب الوطني الاول. ده ملخص اللقاءين. احنا مش عايزين نغربل الناس دي، انا اتمنى ان انا ما اشوفش الناس دي ال 30 سنه الجايه. خلاص الكيل طفح. الهري اللي انا بقى عملته لكم في 3 حلقات دوت، ده الهري اللي اتقال من 2 ناس شغاله في اتحاد الكوره. هنوصل لايه بالناس دي؟ مش هنوصل لحاجه، ولا هنحل ولا هنربط ولا يحصل حاجه. والقصه اللي طلعوا بيها ان احنا عملنا الخطه عشان 2038 احنا مفيش حد بيجي يمسك بيكمل الخطه اللي قبليه عملها، لازم يطلع ان هو حمار مش فاهم حاجه وهنبتدي من الصفر، وكلهم بيسرقوا بعض وكلهم وكلهم وكلهم. فالخلاصه لينا ربنا الحل هيجي من عنده هو، انما بالشكل ده مفيهاش حل. سلام.